السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في مطبخ ست الكل. تعالوا نعمل احلى طاجن. هنعمل وصفة جميلة جدا. نعمل كوسة محشية باللحمة المفرومة المتعصجة وعليها صوص البشاميل. معانا هنا اول حاجة هنعمل البشاميل بتاعنا ونسيبه يهدى. معايا كيلو الا ربع لبن، عليه كوباية مية، معلقة قشطة. هنضيف كيس خلطة البشاميل ده، عليه معلقة دقيق كبيرة وملح وفلفل اسود. بس كده، دي المكونات بتاعتنا. هندوب البشاميل بتاعنا كويس جدا على البارد. هندوبه كويس، وبعد ما ندوبه كويس هنرفعه على النار. انا هنا بعد ما دوبته هرفعه على النار. طبعا البشاميل بنفضل نقلب فيه، بنستمر بالتقليب على طول لحد ما يستوي. هنضيف مكعب زبدة وهنقلب بالمضرب اليدوي لحد ما يستوي معانا ويوصل للقوام بتاعه. خلاص بدأ يغلي وتقل معانا. هنسيبه بقى يهدى ويبرد. وتعالوا نحمر الكوسة. معايا هنا كوسة طبعا متقورة وغسلتها وسبتها تنشف. بعد كده قليتها في زيت عادي خالص. بعد ما اتقلت هنضيف عليها رشة ملح وفلفل اسود. ومعايا لحمة مفرومة معصجة. انا كنت عملت معاكم اللحمة المعصجة كذا مرة، مرضتش اطول عليكم الفيديو. هنحشي الكمية كلها. ده حوالي كيلو كوسة حشيته كلها باللحمة المتعصجة. هجيب بقى الطاجن بتاعنا، هحط طبقة بشاميل من تحت الاول، طبقة كويسة كده زي ما احنا شايفين. بعد كده هنرص الكوسة بتاعتنا اللي احنا حشيناها بالظبط على قد الطاجن. بعد كده بقى هنجيب على البشاميل بتاعنا، هنجيب بضاية وعليها رشة ملح ورشة فلفل اسود، وهندوبها كويس جدا. بعد كده هنضيفها على البشاميل وندوبهم مع بعض طبعا. وهنزل باقي الكمية دي كلها على الكوسة من فوق الوش كده. ده تمام. هندخله الفرن بتاعنا. اهم حاجة يكون الفرن سخن قبلها، وهندخلها الفرن. تعالوا بقى نتعلم مع بعض. رز ابيض يتاكل جنبها تحفة. معانا معلقة زيت، مكعب زبدة، هنضيف عليهم ورق لورا، فص مستكة، حبهانتين، وملح وفلفل اسود. طبعا هنكون مجهزين الرز وغسلينه كويس ومصفيينه من المية بتاعته. بعد ما ضفت الرز هفضل اشوح في الرز واقلبه لحد ما يسخن معانا وياخد من الحرارة بتاعه الحلة. بعد كده هكون مجهزة عيار المية وهضيفه على الرز عادي خالص. طبعا تعملي كمية الرز اللي انت عايزاها. انا هنا عاملة 3 كوبايات، بحط عليهم 4 كوبايات مية. كده الرز بدأ يتشرب معانا. هنهدي عليه النار وهنسيبه يستوي. وبعد ما استوى بسم الله ما شاء الله، مفلفل وجميل وطعمه تحفة والنكهة بتاعته جميلة جدا. والطاجن بتاعنا بعد ما استوى طلع من الفرن. شايفين بسم الله ما شاء الله شكله ولونه وطعمه وريحته تحفة بجد. جربوا الطريقة دي، سهلة وبسيطة ومختلفة، وهتنفع معكم في العزومات. عندك ضيوف هتبقى أكلة حلوة جدا جميلة جدا. طبق من أطباق الحلوة جدا. جربوها وقولوا رأيكم. لو أول مرة تشوفونا متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم فيديو جديد ووصفة جديدة من مطبخ ست الكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.